قلتلكوا لازم ماتشات الزمالك تتلعب قبل ماتشات الأهلي مش بعدها. مش ممكن يا زمالك على جدعنتك. في مباراة الجلطة وضيق التنفس الزمالك بيبدأ تاني مباراته في مجموعة الكونفدرالية قدام كايزر تشيفز بمحمد صبحي في حراسة المرمى، قدامه عبد المجيد والونش قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر، على شمالهم فتوح، قدامهم شحاتة ومحمد إسماعيل، على اليمين بزيرة، على الشمال شيكو بنزا، في وسطهم ناصر ماهر تحت مهاجم وحيد سيف الجزيري. ما صدقنا الكرة تضحك لنا عشان احنا نكشر في وشها. ربنا بيكرمك بجون في الدقيقة التالتة تركب بيه الماتش وتعمل اللي انت عايزه وتنظم خطوطك وتطلع بنتيجة مستريحة، والماتش كمان بيخدمك بتبديلين اضطراريين للمنافس. لكن ازاي احنا هنكفر ولا ايه؟ سيف الجزيري بيتحرك تحركات ممتازة جدا، واقف زي الملقاط في كرة الجون وبيخطف الهدف الأول. تقريبا عبد الرؤوف منزل اسماعيل في نص الملعب عشان يغطي على عبد المجيد وكوارثه من بدري، بس المفارقة ان عبد المجيد عمل ماتش كويس واسماعيل هو اللي كان تايه في المكان الجديد وعمل غلطات كتير، وكان باين قوي انه لازم يتبدل او يغير مكانه في الملعب، لحد ما خد انذار فبقى مفيش حل غير انه يخرج. واول ما لقيت بنتايج بيستعد عشان يدخل فهمت ان عبد الرؤوف عايز يستفيد من فتوح بنفس طريقة الماتش اللي فات، ففعلا يخرج اسماعيل ويدخل مكانه فتوح في قلب الملعب عشان يستفيد منه 360 درجة، ويدخل بنتايج في مركز الباك الشمال ورا شيكو بنزا. فتوح اللي ما كانش ظاهر في الماتش ده قوي لانه بدأ الماتش ملتزم بالباك الشمال، لكنه لما دخل قلب الملعب عمل واحدة خطيرة لعدي وضيعها. بس ده ما يمنعش ان اسماعيل عمل هجمة عنترية كده في الدقيقة 49، بس ناصر ماهر كالعادة بوظها. ناصر ماهر اللي كان مختفي وكان الاعتماد كله على الأجنحة، لكن بنزا وبزيرة ما عدوش تقريبا واحد على واحد طول الشوط الأول. اللهم بس بنزا كان بيرمي الكرة في الغيط ويجري وراها ويجيبها وبعد كده يضيعها عادي تاني. بزيرة يعمل كل حاجة ويديك الكرة مقشرة تجيب جون، لكن هو يروح يجيب الجون دي نتكلم فيها شوية. اعتماد كايزر تشيفز في الشوط الأول تحديدا كان على الكرات الطولية بين قلبين الدفاع أو في المساحة بين قلب الدفاع والباك، وفعلا عملوا منها هجمات كتير خطيرة، يا إما الطولية يا إما أول ما بيلمحوا الجون يشوطوا، زي ما الواد سيريدو ابن اللعيبة شاط واحدة كانت هتبقى عالمية في صبحي اللي كان مقرف النهاردة والماتش مش جاي معاه سكة، زائد إنه كان بيلبس زمايله الكورة. عايز بس أجيب سيرة الحكم. أنا ممكن أعدي كل الفاولات والإنذارات والحاجات الغريبة اللي أنت حكمتها، بس دي مش ضربة جزاء إزاي يا مؤمن؟ وكالمعتاد بيبدأ ده على لعيبة الزمالك عشان تكتر الكورنرات والضربات الثابتة حوالين منطقة الجزاء ونبدأ نفقد الكرة بسهولة. في الدقيقة 82 الكرة كانت مع صبحي، بعدها بثانيتين الكرة بقت مع حارس كايزر تشيفز، ازاي معرفش، الحارس اللي لولا الماتش كان خلص 4 مستريح. ودايما آخر 10 دقايق في ماتشات الزمالك الواحد بيبدأهم على الكنبة مرورا بالسرير وينتهي بالشباك. ومش بس كده، ده الحكم يزود كمان 8 دقايق عشان اللي كان ماسك في الشباك بطراطيف صوابعه يسيبه ويريح نفسه قبل ما يشوف محمد صبحي بيغلط غلطة زي دي. التقييمات: محمد صبحي 0/10، الونش 4/10، عبد المجيد 5/10، عمر نفسي أعرف لف بيك ازاي كده 1/10، فتوح 7/10، شحاتة تركيزه أقل جدا من المعروف 3/10، محمد إسماعيل اتظلم 2/10، ناصر ماهر مختفي 1/10، بزيرة 6/10 وكان عنده قرارات كتير غلط، شيكوبانزا كان بيعتمد على سرعته ونفعت في أوقات كتير 6/10، سيف الملقاط 8/10، عدي بيضيع بغرابة 2/10، بنتايج 5/10، آدم قايد 1/10، أحمد شريف 2/10، عبد الرؤوف لا يسأل عن التعادل 7/10 عشان التشكيل فيه فكرة والتغييرات اللي عملها عالجت المشاكل اللي كانت موجودة في التشكيل، فإدارته للماتش كانت ممتازة.